في الفيديو ده هنعرف ازاي نعمل تقسيمة البروشور بأسهل طريقة. تعالوا نشوف. هنعمل مقاس البروشور، فايل نيو، مقاس البروشور 30 سنتي في 21 سنتي والريزوليوشن 300. عايزين نقسم العرض الى 3 اقسام. انا عندي العرض 30 سنتي، يبقى القسم هيبقى 10 سنتي، ولكن الارتفاع هو 21 سنتي. هختار اداة المستطيل وهضغط كليك شمال في اي مكان في التصميم، وهكتب 10 سي ام اللي هو العرض والارتفاع 21 سي ام، وهضغط على اوكي بالشكل ده، وهنحركه ناحية الشمال، وبعدين هنعمل منه نسخة نحطها ناحية اليمين، وبعدين هنظهر المسطرة، هنضغط كنترول ار عشان نظهرها، وهنسحب جايدز بالشكل ده. طيب عايزين نعمل جايدز في الجوانب على مساحة نص سنتي من كل جنب، دي عشان خاطر نعمل حسابنا في وجود مساحة آمنة للتصميم. يعني المساحة اللي هي النص سنتي دي بعمل حسابي ان انا ما احطش فيها اي داتا او اي كتابات، ده عشان اتجنب حدوث اي خطأ اثناء الطباعة. يعني بعد ما بطبع واحنا بنقص البروشور فممكن اننا ندخل جوه شوية فنشيل جزء من الكتابة. هنعمل المستطيل ده نص سنتي في نص سنتي، وهنحركه الى الركن الاولاني بالشكل ده، وبعدين هنعمل منه نسخة للركن الثاني، وبعدين هنسحب جايدز. طيب بنعمل جايدز في مكان التنايات بتاعة البروشور، ده بيبقى 1 سنتي، يعني نص سنتي يمين الخط ونص سنتي شمال الخط. بنعمله بنفس الطريقة، بنعمل برضو مستطيل نص في نص، او ممكن نستخدم نفس المستطيل الاولاني ونشده بالشكل ده، وبعدين نسحب جايدز. بس كده. ممكن كمان اثبت الجايدز بان انا اعمل لوك جايدز من قائمة فيو ولوك جايدز، يعني كده بثبت الجايدز واخليها ما تتحركش معايا اثناء ما انا شغال في التصميم. حتى لو حاولت احركها انا بنفسي مش هتقدر تتحرك معايا.